النهارده ان شاء الله هنعمل اسهل صينيه بطاطس. لو ما بتعرفيش تعملي بطاطس هتعملي احلى صينيه تشرفك قدام ضيوفك. بسم الله ونصلي على رسول الله. اول حاجه كده معايا 4 حبات من البطاطس، نزلت عليهم بقرنين فلفل رومي، نزلت عليهم كمان ببصل. هي بصلايه متوسطه متقطعه كده جوليان. بعد كده بنزل عندي بالتوابل بتاعتي: ملح، كمون، 7 بهارات. عايز تحطي فلفل اسود حطي، هيديها طعم احلى. تمام، حطيت ده كله مع بعضه. بعد كده ببتدي ان انا انزل عندي آه، اديها تقليبه الاول، بعدين انزل عندي بالميه. انا هنا انت تقدري تضيفي شوربه، بس انا بيحبوها من غير شوربه، لان انا عندي الولاد ما بيحبوش الاكل بالشوربه فبحطها لهم بالميه. تمام، عايزه تضيفي الشوربه هتديها طعم احلى كمان. هنزل بقى بالميه بتاعتي، انا بخلي الميه تغطي معايا البطاطس. تمام كده، انا حطيت من البوله دي حطيت 3 بولات. تمام، هتحطيها كده معاكي وبعدين تديها رشه من الزيت رشه من السمنه. ده لو انت مستخدمه الميه، لو انت مستخدمه الشوربه يبقى مش محتاجه ولا تحطي سمنه ولا زيت، لان الشوربه بيبقى فيها دسم عشان ما تبقاش دسمه معاكي. بحطها معايا في الفرن على الارضيه وبغطيها. بعد ما بتستوي بديها اللون على الشوايه، تطلع معايا شكلها حلو جدا وكمان طعمها حلو جدا، ولا بتعمل حموضه ولا بتتعب اي حد.